عزيز حسو، إدارة مراقب بلدية الشعب في مدينة منبج. منذ اللحظات الأولى للزلزال بالنسبة لعمل المرآب أعلنا حالة الطوارئ بكل الطواقم وبكل الآليات وبكل طاقتنا. قمنا بجولات على الشوارع وإزالة الأنقاض الموجودة ضمن الشوارع وفتح الطرقات المغلقة، وبنفس الوقت نعمل جولات على الشوارع وفحص الأبنية المتضررة وإزالة حجر الواجهات والبلاكين المتضررة. يعني يوجد تنسيق موثق مع قوى من الداخلي والهلال الأحمر واتحاد المهندسين. نتمنى من الأهالي عند حدوث أي عمل طارئ التوجه إلى الساحات والابتعاد عن الأبنية. يرجى من جميع الأهالي إن كان بنايته أو أي بناء ضمن الشارع رآه متصدع أو آيل للسقوط، الرجاء إعلام المرآب بهذا الموضوع وإرسال الموقع للمرآب، ونحن بدورنا نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة واتحاد المهندسين، وهم يقررون إن كان آيل للسقوط نقوم بهدمه أو نستطيع مثلا مثل ترميمه أو ما شابه.